السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم عن الدوري الانجليزي اللي حصل الاسبوع ده في الجوله ال21، وكان في ماتشات مهمه جدا. والبدايه ماتش ليفربول وتشيلسي، والماتش ده كان قوي جدا جدا وانتهى 0-0. طبعا كان قوي، كان ماتش محصور في وسط الملعب. طبعا الفرص كانت قليله للفرقتين، تشيلسي كانت لها فرص اكتر، والماتش انتهى بالتعادل. كانوا الاثنين عايزين يخرجوا بالتعادل، والماتش كان على ملعب ليفربول وانتهى 0-0. وكده ليفربول مركز التاسع زي ما هو، وتشيلسي مركز العاشر، والاثنين رايحين في داهيه. الماتش اللي بعده كان مانشستر سيتي وولفرهامبتون، وانتهى بفوز السيتي 3-0 مع الرافه، وهاتريك لهالاند. وهالاند مولع الدنيا في الدوري الانجليزي، وهالاند كده مسجل كام هدف؟ 25 هدف، وكده متصدر مكسر كل الارقام القياسيه. والاسيستات دي بروين 11 اسيست، دي مانشستر سيتي. الماتش الثالث كان فيه ارسنال ومانشستر يونايتد، الماتش كان قوي جدا جدا جدا. ارسنال تقدمت بالهدف الاول، بعد كده تعادل اليونايتد، وارسنال جابت، تعادل اليونايتد، الماتش انتهى 3-2 بالعافيه، وارسنال فازت عشان تعزز الصداره بتاعتها. كده الارسنال في المركز الاول ب50 نقطه، ومانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطه. طبعا الفرق بين السيتي ب 45 نقطه، الفرق بين السيتي والارسنال 5 نقط بس. الارسنال 50 نقطه والسيتي 45 نقطه. طبعا المركز الثالث نيوكاسل 39، واليونايتد 39 الرابع، والخامس توتنهام وفولهام، وانتهى فوز توتنهام 1-0 على فولهام. ده كانت الجوله ال21. كان في ماتش مؤجل من الجوله السابعه، كان اتلعب يوم الخميس اللي فات، كان مانشستر سيتي وتوتنهام، وانتهى الماتش كان قوي جدا، وانتهى بفوز مانشستر سيتي 4-2. كان ماتش مولع، وهالاند طبعا مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي. ده كان الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني الجوله ال 18، فوز برشلونه على ختافي 1-0 هدف لبدري، وفوز ريال مدريد على اتلتيكو بالباو 2-0 بنزيما وتوني كروس. وده كان الدوري الاسباني الجوله ال 18. كان في كاس السوبر الايطالي في الاسبوع اللي فات، كان انتر ميلان واي سي ميلان، وانتهى بفوز الانتر 3-0. ده كان كاس السوبر الايطالي. طبعا كان في ماتشات مهمه جدا. كان في طبعا ماتش تاني، ماتش النصر والهلال اللي هو كان بيلعب فيه السعوديه، بيلعبوا باريس سان جيرمان، ماتش ودي، انتهى فوز باريس سان جيرمان 5-3 مع الرأفة. ماتش كان كده احتفالي. طبعا كان في الايجيبشن ليج القمه 125 من الاهلي والزمالك، انتهى فوز الاهلي 3-0 مع الرأفة. الاهلي كان مبدع، والف مبروك للاهلاويه وهارد لك للزملكاويه. انتهى فوز الاهلي 3-0، هدف كهربا بيرجع دلوقتي، وهدفين لمحمد شريف، هدفين برضو رجعوه. وكان الماتش مولع، وانتهى فوز الاهلي، والف مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. ده كان كل حاجه في الاسبوع ده. طبعا الحاجات اللي جايه جامده جدا جدا جدا. بص على كل القنوات بقى، عندك ايه؟ سبراي سبورت، سبراي ميديا، سبراي جيم، سبراي فود، عندك احمد الغزالي، عندك سبراي ميوزك. كل القنوات دي في فيديوهات الفتره الجايه نازله عليها، وانتظروا في حاجات رمضان، في فيديوهات، في حاجات في رمضان جامده جدا، برامج جامده جدا جدا جدا، تحتيها خطوط كتيره. فبس طبعا لو عجبك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات. سبسكرايب، عايزين ندعموا المحتوى بتاعنا علشان ننتشر. وبس، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.